إذا سمحت لي، الآن القرار هذا خارجي، مدعوم خارجيا. إذا تابعتوا ما قالوا في وزارة الخارجية الأمريكية، قالوا نحن موافقين على نقل البنك المركزي إلى عدن لأن الحوثيين يناهضوا الإدارة الأمريكية. سمعتني ولا لا؟ صندوق النقد الدولي وافق. احنا داخليا ايش بيدك؟ هي عبارة عن إجراءات معاملة، يعني ما هيش الفلوس موجودة عندنا في البدروم بحيث ان احنا نحتجزها، هي إجراءات. إذا في الخارج في البنك الدولي في البنوك الخارجية اعتمدوا توقيع القعيطي، خلاص ما حنصرف الرواتب إلا القعيطي بتوجيهات عبد رب منصور هادي وأحمد عبيد بن دافع. لا ولكن ندعي الشعب اليمني يتجهز. ارتفاع أسعار احنا جاهزين، انقطاع مرتبات احنا جاهزين، انعدام مشتقات نفطية احنا جاهزين، انعدام سيول النقدية احنا جاهزين للزحف بالملايين على البنك المركزي في الرياض. احنا لن نلاحق ولا الهمان. هذا عبد رب منصور هادي احمد عبيد بن دافع ومجموعة من ال من 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 ال من ال من التائهين المشردين. هؤلاء مشردين مثل الكلاب الضالة. سمعتني ولا لا؟ نحن نبحث عن رأس الحربة البنك المركزي السعودي. ماذا تعمل الأباتشي حقهم؟ ايش بتعمل؟ ايش بتعمل لهم في 16؟ سنزحف بالملايين، وأنا أدعو الشعب اليمني من هو متضرر نتحرك هكذا زحف سيرا على الأقدام إلى أن ندخل البنك المركزي السعودي، ناكل جامعة ونعيش جامعة. لكن أيضا أنا أقول للمجلس السياسي الأعلى وأصحاب الأوكار المرتفعة لا يفتشعوكمش، ولكن إذا تشتوا تحت هذا الضغط أو هذا المبرر إنكم تقدموا تنازلات سياسية على حساب دماء شهدائنا وجرحانا وسيادتنا وكرامتنا، والله لا نسقطكم كما أسقطنا الأولين فورا. فلا يمكن أن نسمح لهم بأنه هذا، وبالتالي خلاص عبد رب منصور هذه قال يتقال المرتبات أنتم ما حد دخلكم، شكلوا الحكومة. سمعتني ولا؟ عبد رب منصور هذه قال يشتي قاعد رجال يدي البقاشات الله يا نجازة يسدد للشعب، لأنه المسألة ليست مسألة المرتبات. ولا يفتشوا لنا الموظفين، كم معنا موظفين؟ الآن الأخ قائد الثورة ادعى نرفد البنك من أجل معاش ذولا المستضعفين. طبعا عند هذه الدعوة حول حملة الشعب